فاكرين لما كنا بنتكلم عن جيت قلنا ان في انواع مختلفه من الريبوزيتوري، صح؟ بص بقى، وانت شغال بجيت كتول اللي هو distributed version control system بتاعنا، بيبقى عندك كل الهيستوري كوميتس كله موجود عندك على جهازك، يعني تقدر ترجع لاي كوميت وتنتقل بينهم عادي. بس تعالى بقى، لو انت شغال في تيم وانت شغال على فيتشر معينه وصاحبك شغال على فيتشر تانية، ازاي هتتعاونوا مع بعض؟ هنا بيجي دور حاجه اسمها الريموت ريبوزيتوري. يعني ايه ريموت ريبوزيتوري؟ تخيل عندنا 6 اشخاص في الفريق، كل واحد عنده نسخة لوكال ريبوزيتوري على جهازه. طب ازاي هيشاركوا الكود بينهم؟ لازم يبقى في مكان مركزي، سيرفر الناس كلها تقدر توصل له. السيرفر ده اللي هو بنسميه الريموت ريبوزيتوري. ممكن يبقى برايفت للشركة بس، او ممكن يبقى بابليك والكل يقدر يوصل له. احنا دلوقتي بنتعلم، فخلينا نتكلم الاول عن البابليك. اشهر 3 اماكن بتوفر لك خدمة الريموت ريبوزيتوري: عندك جيت هاب الاشهر بين الناس والديفلوبرز عموما، الجيت لاب شركات كتير بتستخدمه خصوصا لو محتاجين برايفت ريبوزيتوريز، وعندك البيت باكيت من شركة اتلاسيان واللي بتعمل تولز مشهورة زي جيرا وكونفلانس. لكن احنا في الكورس ده هنركز على جيت هاب عشان هو الاكثر شهرة وسهل نبتدي بيه. وبالمناسبة جيت هاب مش بس ريبوزيتوري، لا كمان بيعمل لك بروفايل تقدر تحطه في السي في بتاعك او توريه لاي حد في الانترفيو. طب ازاي ابدا؟ اول حاجة هنيجي نعمل ساين اب على جيت هاب. هتملى هنا بياناتك او ممكن تعمل ساين ان ويز جوجل. انا عندي اكونت على جيت هاب فهعمل ساين ان على طول. هنا انا هخفي معلوماتي الشخصية، بعد كده هنسجل الدخول. هتلاقي عندك صفحة الريبوزيتوريز كلها اللي انت كنت عاملها قبل كده. تمام، وهتيجي هنا هتلاقي سيرش بار. سيرش بار ده احنا ممكن نبحث عن اي ويب سايت، ممكن الناس عاملين شير للسورس كود بتاع الويب سايتس بتاعتهم، فممكن نيجي هنا نبحث عن اي حاجة مثلا زي اي كوميرس ويب سايت. هنا في كذا شخص هنا رافع المشروع بتاعه، فتعالى هنا مثلا الشخص ده كده نشوف البروجكت بتاعه. هنا ده الريدمي فايل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن انت اسم المشروع بتاعك وتوصف اي ديسكريبشن كده المشروع بتاعك دوت مكون من ايه. تعالى كده ننزل نشوف. هنا بيقولك هو استخدم ميرن اي كوميرس، دي اللغات اللي هو استخدمها في المشروع. ويقول لك هنا لو انت عايز تستخدم المشروع بتاعي تاخد الكود بتاع المشروع، تعمل كلون للريبوزيتوري، تستنسخ او تعمل كوبي للريبوزيتوري، واحنا هنشوف الكلام ده دلوقتي. وعندك ممكن تبقى تنزل انستول مونجو دي بي داتابيز اسمها مونجو. فهنا ده المشروع بتاع الشخص دوت، وهو بيقول لك لو حبيت تستخدم المشروع بتاعي دي الحاجات اللي انت ايه لازم تمشي عليها عشان تشغل البروجكت بتاعه. تعالى كده نشوف البروجكت. هو حاطط هنا كمان صور بيوصف لك المشروع بتاعه دوت اللي هو عبارة عن امازون، متجر الكتروني. تمام، فهو ده الريدمي فايل. يعني هو زي التكست فايل عادي، انت بتكتب نوتس او ديسكريبشنز بس بشكل ايه؟ شكل احسن، بشكل ان انت تعمل بولد كده واللي انت تنظم الديسكريبشن بتاعك، وعندك ايكونز من الاخر، يعني بترتب الايه الكلام بتاعك بشكل كويس. هو ده الريدمي فايل. تعالى كده نتعرف على الحاجات اللي على اليمين ديت. اول حاجه عندك الواتشنج، دول 52 شخص شافوا البروجكت بتاع الشخص ده. وعندك ستارز ديت كل اللي شافوا البروجكت دوت ادوله ستار كده زي اللايك يعني والكلام ده. وهنا تمام عنده ريدمي فايل تمام. وهنا عندك الجيت هاب فيه ميزة ان هو اول ما بترفع المشروع بتاعك عليه هو بيتعرف على اللانجوجز اللي انت مستخدمها في المشروع. هنا هو مستخدم جافا سكريبت وسي اس اس و اتش تي ام ال. وفي حاجة اسمها فورك، دي هنتكلم عنها في فيديو منفصل. هنا لو انت حبيت تستخدم المشروع بتاعك هتستخدمه ازاي؟ هتيجي هنا عند الكود، هنا نضغط عليها وعندك داونلود زد اي بي ديت، هي هينزل معاك المشروع على طول. تمام، او في طريقة تانية اللي انت تعمل كلون للريبوزيتوري. طب ازاي؟ هناخد اللينك ده كده، تمام، يا اما ناخده بال HTTPS او ال SSH، يا ده او ده. تمام، تعالى كده نعمل جيت كلون. نعمل جيت كلون ازاي؟ تعالى كده ناخد اللينك ده كوبي، وممكن هنا بدل ما نيجي نفتح الفيس كود ممكن من السي ام دي على طول نكتب الاوامر بتاعه الجيت. تعالى هنا نكتب جيت كلون ونحط له اللينك، نعمل كنترول في عشان
هنا بيعمل ايه؟ بيقول لك كلونينج تو نود رياكت اي كوميرس. هنا كده ايه كده بيعمل كلونينج للريبوزيتوري ديت. تمام، هو خلاص هنا بيقول لك خلاص انا عملت كلون. طب الكلون دوت اللي انت عملته دوت باستخدام الكوماند جيت كلون راح فين؟ تعالى كده نبص هنا. هنيجي عند السي بتاعتنا نيجي هنا عند اليوزرز، وعلى حسب اسم جهازك، انا اسم جهازي اهوت MSI. وهنيجي هنا عند اهوت هتلاقي هنا نود رياكت اي كوميرس، ده البروجكت اللي احنا لسه منزلينه وعاملين له كلوننج. بيكون نفس الاسم اللي هو في اللينك اهو، عندك في اللينك برضو نود رياكت اي كوميرس. تمام. تمام، ده لو احنا حبينا نعمل كلوننج لمشاريع موجودة على جيت هاب. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل الريبوزيتوري بتاعتنا اللي احنا هنرفع عليها البروجكتس بتاعتنا. طب نيجي هنا فوق عند الشمال، هنضغط على الايكون ديت ونختار هوم. ممكن نيجي هنا ونختار create، بعد كده نختار new repository. هنا بيطلب منك تحط اسم للريبوزيتوري، فهنيجي هنا مثلا ونكتب shop light، ده اسم البروجكت بتاعي مثلا. وهنا لو انا عايز اضيف الديسكريبشن نكتب description هنا، وانا عايزه هنا public ولا private زي ما احنا قلنا، بس هنخليه public. وهنا لو انا عايز اضيف readme file فهقول له ايوه. وفي حاجه اسمها add.get_ignore، دي هنبقى نتكلم عليها بعدين. واللايسنس مش مهمه دلوقتي، فتعالى على طول كده نعمل كل اللي احنا عملناه. يبقى كل اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا حطينا repository name وعملنا readme file اللي هو يضيفولي في البروجكت بتاعي، وهنعمل create repository. تمام، احنا كده خلاص عملنا create للريبوزيتوري بتاعتنا. تمام، احنا كده انشأنا الريبوزيتوري بتاعتنا وهو حط لي الريدمي فايل اهوت، ده كده البروجكت بتاعنا. تمام، دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا معانا البروجكت بتاعنا فين اصلا؟ هو على الجهاز بتاعنا في اللوكال ريبوزيتوري. احنا دلوقتي عايزين ان احنا نعمل بوش، ان احنا نرفع الفايلز بتاعه البروجكت بتاعنا تبقى في المكان ده اللي هو الريموت ريبوزيتوري بتاعنا اللي هو الاونلاين اللي على جيت هاب. لما بتيجي تتعامل مع الريموت ريبوزيتوري زي الجيت هاب لازم يكون في طريقة يتأكد بيها انك انت صاحب الحساب. هنا عندنا طريقتين، ال HTTPS وال SSH. ال HTTPS بتبقى زي ما بتدخل على اي موقع كل مرة بتعمل البوش او بتعمل بول، هيسألك على اليوزر نيم والباسورد او حاجة اسمها توكن عشان يتعرف عليك كل مرة. لكن ال SSH هنا بقى الموضوع اسهل، بدل ما تدخل الباسورد كل مرة بتعمل مفتاح اللي هو ال SSH key مرة واحدة. المفتاح بيتكون من جزئين، برايفت كي وبابليك كي. برايفت كي ده بيتخزن على جهازك ما تخلوش يطلع بره جهازك. بابليك كي بتحطه في حسابك على جيت هاب. لما بتيجي تعمل اتصال جيت هاب هيلاقي ان البابليك كي اللي عنده بيطابق البرايفت كي اللي على جهازك، فكده هيتأكد ان الجهاز ده بتاعك وان انت ليك اكسس على الريبوزيتوري. هتلاقي رسالة warning بيقول لك you don't have any public SSH key in your GitHub account, you can add a new public key or try cloning this repository via HTTPS. بيقول لك هنا انت الاكونت بتاعك ما فيهوش اي public key انت مستخدمه، احنا محتاجين نضيف واحد عشان الجيت هاب كل مرة لما نيجي نرفع الفايلز بتاعتنا يتعرف علينا بشكل اوتوماتيك باستخدام الكي اللي هو متسيب على الجهاز بتاعنا، بدل ما نستخدم تقنية ال HTTPS اللي هو كل مرة هيطلب مننا بيانات اللوجن زي ما احنا اتكلمنا من شوية. هنا احنا في فولدر المشروع بتاعنا، عندنا هنا اي كوميرس ويب سايت معمول بال HTML وال CSS والجافا سكريبت. عايزين نرفع الملفات ديت للريموت ريبوزيتوري. لو جينا هنا عملنا فيو ونشوف الهيدن فايلز هنلاقي ان مفيش اللوكال ريبوزيتوري الخاصة بالفولدر ده، فمحتاجين ننشئ لوكال ريبوزيتوري زي ما احنا عملنا في الحلقات اللي فاتت. عايزين ننشئ الفولدر اللي هو الدوت جيت. ازاي هننشئ الفولدر ده؟ تعالى كده نفتح الفي اس كود. تعالى اعلمك اختصار. ممكن تيجي هنا فوق كده وتضغط هنا وتكتب CMD. السي ام دي هتفتح معاك في الباص بتاع البروجكت بتاعك، فهتكتب هنا كوماند كود سبيس دوت، دوس انتر.
هيفتح معاك الفي اس كود وفاتح معاك الملف بتاع المشروع بتاعك، بدل ما انت تروح فايل واوبن فولدر. لا، دي طريقة مختصرة. تعالى كده الاول اوريك البروجكت بتاع الويب سايت بتاعي. ده كده الويب سايت بتاعي عبارة عن اي كوميرس، موقع تجاري. عندك هنا الشوز، وعندك الاوديو، وعندك الابيرال، وعندك الاكسسوارز. فده موقع صغير بسيط كده بال HTML وال CSS وجافا سكريبت. تعالى بقى نرجع، هنروح نفتح نيو تيرمينال. زي ما احنا عملنا في الحلقات اللي فاتت دي، زي مراجعة كده، هنعمل جيت ان. احنا هننشئ اللوكال ريبوزيتوري بتاعنا، وهندوس انتر، وهنيجي نعمل كده جيت ستاتس. بيقول لي ان انا عندي untracked files اهوت. لسه الملفات ديت انا ما عملتلهاش تراكنج. قلنا هنعمل لها تراكنج ازاي؟ ان احنا نضيفها في الستaging اريا. هنيجي نعمل get add دوت كده. لو عملنا get status تاني هيقول لك تمام. طالما عملها لك باللون الاخضر كده يبقى انت حاططها في الستaging اريا. لسه احنا ما عملناش اي كوميتس واحنا على البرانش مين. دي مراجعة اللي احنا قلناه المرات اللي فاتت. تعالى بقى كده نحطه في اللوكال ريبوزيتوري بتاعنا. تمام. هنعمل كده ازاي؟ هنعمل get commit، بعد كده dash m space، بعد كده هنيجي نكتب رسالة، وممكن نكتب هنا بقى first commit، أو ممكن نقول ألاقي اسم آخر، ده ال initial commit بتاعي. تمام، وندوس enter. تمام كده هو عمل سيفنج لتلات فايلات، حطهم في اللوكال ريبوزيتوري. تعالى هنا هنستخدم كوماند اسمه get branch dash m capital main. ده بيخلي لك البرانش بتاعك يكون اسمه مين. احنا اوريدي البرانش بتاعنا اسمه مين، بس لو في حد لقى ان البرانش بتاعه متسمي باسم تاني فممكن يغيره لمين بالطريقة دي. دوس انتر. تمام. تعالى نعمل key generation. الكي اللي احنا اتفقنا عليه في ال SSH اللي احنا هنعمله، هنخلي الجهاز بتاعنا يعمله علشان لما نيجي نرفع اي حاجة على الجيت هاب بتاعنا هو اوتوماتيك يتعرف علينا ويدخلنا على طول على الريبوزيتوري بتاعتنا ويسمح لنا ان احنا نرفع الملفات. تعالى بقى كده معايا هنكتب الكوماند ده ssh dash keygen space dash o. انا تعمدت اكتبها SSH سبيس كده مسافة. لا، انت مش بتعمل مسافة ما بين ال SSH وال key generation، فلا لازم يبقوا ايه، الكلمة دي كلها جنب بعض. SSH dash key gen سبيس dash o. تمام. انت دلوقتي عملت ايه؟ عملت generation للكي. طب الكي دلوقتي راح فين يعني؟ مش احنا من شوية قلنا ان هو هيكون في المكان الافتراضي؟ لما هو جه سألنا قال لنا نحط الفايل فين، احنا دوسنا انتر وما كتبناش اي فايل عشان هو هيحطه في المكان الافتراضي. فين بقى المكان الافتراضي؟ تعالى كده نروح عند السي بتاع الكمبيوتر بتاعنا ويوزرز، وهختار الفولدر بتاع الاسم الجهاز بتاعي MSI/SSH، وهفتحه كده وهتلاقي عندك التو فايلز دول. ده فولدر .ssh اللي بيحتوي على الكيز اللي احنا عملنا لها generation باستخدام ال SSH key generation. وعندك هنا تو كيز، عندك البرايفت كي ودوت محدش يشوفه غيرك، ما توروش ولا تفتحه قدام اي حد. وعندك البابليك كي. البابليك كي دوت هو اللي انت بتاخده تديه للجيت هاب علشان كل ما تيجي تعمل
رفع للملفات بتاعت البروجكتس بتاعتك، تعمل بوش للبروجكت بتاعك علشان تأمن الريبوزيتوري بتاعتك. مش أي حد يفتح الريبوزيتوري بتاعتك ويرفع فيها فايلز، لا، انت هنا مستعمل اللي هو ال SSH، يبقى لازم يبقى معاك الكي عشان يبقى مسموح لك اللي انت ترفع الفايلز في الريبوزيتوري ديت. وجيت هاب بيتحقق من العملية دي كلها باستخدام البابليك كي. فتعالى بقى ناخد البابليك كي كوبي، واوعى تاخد اي سبيسز زيادة، خد الحروف بالظبط. وتعالى نروح للجيت هاب بتاعنا، وهنيجي هنا على اليمين في ايكون كده بروفايل، تعالى ندوس عليها. هتيجي ننزل تحت نختار setting، بعد كده هنلاقي هنا SSH، هندوس عليها. وعندك ان انت ممكن تضيف add SSH key، هنضغط عليها ونعمل paste للبابليك key اللي احنا عملنا له كوبي بس. وهنيجي هنا عند التايتل، ممكن ندي اسم للمفتاح عشان لما بيبقى معانا كذا مفتاح لازم كل مفتاح تبقى انت مميزه بتايتل. فهنيجي نكتب مثلا كود فليكس، وهنيجي هنا عند البوتون الاخضر هندوس على add SSH key. وتمام، الف مبروك، بيقول لك you have successfully added the key code flex. انت ضفت الكي اللي اسمه كود فليكس وانت كده تمام. تعالى بقى نروح نرفع الملفات بتاعة المشروع بتاعنا. هنروح على ال VS Code بتاعنا، هنعمل get remote add origin، وهناخد اللينك من الريموت ريبوزيتوري بتاعنا بتاع ال SSH. اللي هو ال SSH link، وهنضيفه هنا بعد الاوريجن وهندوس انتر. تمام، انت كده عملت كونكت للريموت ريبوزيتوري، انت مش محتاج تعمل كونكشن تاني. خلاص، انت كتبت الكود مرة واحدة دوت، مش هتكتبه تاني خلاص. يبقى الكوماند اللي احنا كتبناه دوت بيتكتب مرة واحدة، مش هتبقى محتاج تكتبه تاني. تمام، تعالى بقى هنا عايزين نرفع ملفات، فهنعمل جيت بوش داش يو اوريجن مين. طب ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ انا بقول له جيت بوش، عايز ارفع الملفات واكتب داش يو، الاوبشن ده داش يو. وهقول له الاوريجن اللي هو احنا قصدنا بيه ايه. الاوريجن ده اللي هو بيعبر عن اللينك. انت ال SSH لينك بتاعك بيتخزن في المكان اللي اسمه اوريجن، وده اللوكال ريبوزيتوري بيستخدمه عشان يعرف هو بيرفع ملفات على انهي ريموت ريبوزيتوري. بتقول له ان انت هترفع على البرانش مين، هترفع الفايلات دي على البرانش مين. فانت هنا حددت البرانش نيم، طلع لي warning و error. طبعا الواحد ده يحبط من حاجة زي كده، بس لأ، ده حبيت اوريهولك. في هنا انت عندك في الريموت ريبوزيتوري، هنا انا اتعمدت اوريك الخطأ ده. الرسالة دي بتحصل كتير جدا في الواقع. السبب ان جيت هاب ساعات بيكون في ملفات زي ريدمي فايل او في فايلز تانية على جيت هاب على الريموت ريبوزيتوري اللي احنا عملناها، وانا عندي ملفات تانية مختلفة. انت الهدف بتاعك ايه؟ احنا الهدف من الجيت تول عامة ايه؟ مش انت عملت تحديثات وعايز ترفع التحديثات ديت؟ يعني انت عندك في الريموت ريبوزيتوري الفايلز، نفس الفايلز اللي في اللوكال ريبوزيتوري، انت بس بتبوش بترفع الابديتس بتاعتك للريموت ريبوزيتوري، بتعدل على الفايلز اللي موجوده على الريموت ريبوزيتوري. طب انت الفايل اللي عندك في الجيت هاب هو الريدمي فايل، والفايلز اللي عندك على اللوكال ريبوزيتوري عندك ايه؟ عندك ال HTML وعندك ال CSS وعندك الجافا سكريبت. فكده في كونفليكت، انت كده ما بترفعش تحديثات. فانت محتاج تعمل ايه طيب؟ ايه الحل بتاع المشكله ديت؟ اللي احنا نجيب الفايلز اللي موجوده على الريموت ريبوزيتوري ديت، ننزلها على اللوكال ريبوزيتوري بتاعنا، بعد كده نرفعهم كلهم مع بعض، نعمل لهم بوش على الريموت ريبوزيتوري. هو دوت الهدف من البولينج، اللي انت بتجيب التحديثات
او اي فايلز موجودة على الريموت ريبوزيتوري بتسحبها، هي اللي بتعتبر اي فايلز مختلف عن الفايلز بتاعتك، فهو يعتبر تحديثات. فانت محتاج تجيب التحديثات الجديدة الاول تنزلها على اللوكال ريبوزيتوري بتاعك عشان يبقى معاك النسخة من الكوميتس زي ما احنا متعودين، ونيجي نرفعها له تاني مع الكوميتس الجديد. فتعالى نعمل بولينج. هنيجي نكتب get ball origin main dash dash rebase. لو قريت هنا هيقول لك اللي انت عندك البرانش اسمه مين، انت عملت فيتش، جبت التحديثات اللي موجودة في الريموت ريبوزيتوري اللي هو زي ما ظهر معانا كده في الفي اس كود. هتلاقي ظهر الريدمي فايل. تعالى كده نعمل جيت بوش. تمام، دلوقتي انت تقدر ترفع البوش بتاعك، تعمل بوش للفايلز بتاعتك، لان انت معاك النسخة كلها كاملة من الريموت ريبوزيتوري، فتقدر تعمل بوش من غير اي مشاكل. وبس كده الفايلز بتاعتنا اترفعت للريموت ريبوزيتوري. تعالى نشوفها. هتلاقي هنا فايلز CSS وفايل JS وفايل index.html. وعندك هنا هتلاقي ان جيت هاب تعرف على اللغات ديت زي ما احنا قلنا، اللغات المستخدمة في المشروع ال HTML و CSS والجافا سكريبت. لو انت وصلت هنا عاش عاش يا بطل. وما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب عشان ده بيساعدني ان انا اكمل في باقي الفيديوهات. وشكرا جدا ليكم.